صباح الخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من استباحة رياضية. عنواننا النهاردة الكايزن الياباني للمدربين، رحلة التحسين المستمر. حلقتنا النهاردة مستوحاة من مفهوم ياباني مشهور جدا، الكايزن. كايزن اللي بيعني التحسين المستمر. الفكرة دي مش مجرد فلسفة نظرية، لكنها أسلوب حياة ووسيلة فعالة لتطوير الأداء في كل المجالات، وخصوصا في التدريب الرياضي. في الجزء الأول من الحلقة هنتكلم عن الكايزن وإزاي نطبقه كمدربين، وفي الجزء الثاني هنستعرض أهم الفعاليات التدريبية اللي بنشارك فيها. مفهوم الكايزن الياباني وتطبيقه في تدريب المدربين. إيه هو الكايزن؟ الكايزن كلمة يابانية بتعني التغيير للأفضل أو التحسين المستمر. بيعتمد الكايزن على فكرة إن التطور مش لازم يكون تغييرات جذرية، لكنه مهم، لكن ممكن يحصل من خلال تحسينات صغيرة مستمرة بتؤدي لنتائج عظيمة على المدى الطويل. يعني أشياء صغيرة نعملها تؤدي في الآخر لنتائج عظيمة. أهمية الكايزن للمدربين: التعلم المستمر. المدرب الناجح ما بيكتفيش بخبراته الحالية، لكنه دايما بيبحث عن المعرفة الجديدة. كل شوية بيدور على كل ما هو جديد في عالم التدريب. التقييم والتطوير. بعد كل تدريب أو مباراة لازم المدرب يقيم أداؤه وأداء فريقه، ويفكر إزاي يطور من نفسه ومنهم. يعني بيشوف نفسه كان واقف كويس في المباراة، كان بيأدي كويس، كان محضر كويس لمحاضرة المباراة، هل التدريب كان محضره، هل التدريب محضر هيتكلم مع اللاعبين ازاي، محضر هيوقف امتى التدريب، محضر هيتكلم بعد التدريب في ايه. كل ده لازم المدرب يقيمه ويشوف نفسه. العمل الجماعي. التواصل مع الخبراء وزملاء المهنة والاستفادة من خبراتهم بيخلينا نقدم بشكل أسرع وأقوى، وده اللي بيتم في أكثرية الملتقيات والدورات. ما يجب أن يكون عليه المدرب: الشغف بالتعلم. يبقى المدرب لازم يكون عنده شغف دائم بتطوير نفسه وفريقه، وبالتالي لازم يحضر الكثير من الدورات ونقل الخبرات. الالتزام بالتدريب العملي والعلمي. التدريب مش عشوائي، لكنه مبني على أسس علمية وتجارب عملية. المرونة والتكيف. مع كل تطور في الرياضة، المدرب الناجح هو اللي يقدر يتكيف بسرعة وبيستخدم الأدوات الجديدة. التواصل الفعال. النجاح في التدريب بيعتمد بشكل كبير على التواصل مع اللاعبين وفهم احتياجاتهم. إذا فهمت احتياجات فريقك هتقدر تقدم لهم كل جديد يطور منهم. فبالتالي لما نيجي نشتغل على التطوير المستمر، لازم كل مدرب يشوف ويقيم نفسه، ولازم المدرب يعرف إن في حاجات كتيرة وفي مفاهيم جديدة لازم يبقى عارفها. طب إيه الفرق ما بين الدورات الإجبارية ودورات التطوير المهني والتطوير الشخصي للمدرب؟ الدورات الإجبارية زي مدرب كان لعيب كورة وعايز يبقى مدرب، فلازم ياخد الدورة الأساسية عشان يبدأ أول خطوة. وهناك الرخص الخاصة بالمدربين في الاتحادات المختلفة. مثلا في كرة القدم في الرخص التدريبية اللي هي بتعتمد من الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحادات القارية عامة. فبالتالي المدرب بياخد رخصة إن هو يقدر يمارس مهنة التدريب ويقف في الملعب، إن هو يقدر يدرب اللاعبين، وهي مختلفة من اتحاد إلى اتحاد. وبالتالي هذه هي الدورات الإجبارية اللي لازم ياخدها المدرب. أما دورات الصقل للمدربين فهي الدورات اللي المدرب بيدور عليها من خلال تطويره لذاته، وده التطوير المستمر اللي بنقول عليه الكايزن الياباني. احنا محتاجين ان احنا نطور نفسنا، وده هنشوفه في دورات تدريبية وفي ملتقيات وفي ورش عمل. كل ده بيؤدي إلى تطوير المدربين. في حاجة كمان عايزين نتكلم فيها: ايه الفرق ما بين الدورات التدريبية وورش العمل والملتقيات الفنية للمدربين؟ الدورات التدريبية هي دورة بيبقى بتعتمد على حاجة معينة زي دورة التخطيط في التدريب الرياضي.
بيبقى فيها محتوى خاص بالتخطيط وازاي اخطط وازاي اخطط احمال وازاي اخطط للتدريب. اما ورش العمل فبتبقى في جزء خاص ومتخصص على اساس ان انا اعرف ايه الجديد في هذه الورشة. زي احنا عندنا النهاردة ورشة عمل في نادي سكة حديد طنطا بالتعاون مع جمعية حكام ومدربين الغربية، هتتناول موضوع اسمه اسلوب البيب في التدريب. فهي متخصصة إنها تدي أسلوب المدرب هيشوفه عشان ينفذه في الملعب مع لعيبته. وده موضوع مناسب مع كل الرياضات، بيعتمد على تحسين اللياقة البدنية وزيادة التحمل بطريقة تدريجية علمية احنا هيتم شرحه. وفي هذه الورشة طبعا هيبقى معنا أستاذنا الدكتور منصور المغربي اللي هيقدم أيضا جلسة نظرية عن أساسيات التدريب وتطبيقات التحمل، ودي فرصة رائعة لأي مدرب عايز يتعلم ويطور من أدواته. أما الملتقيات فبتبقى فيها مجموعة من ورش العمل وتلاقي مدربين وتلاقي أساتذة، بيبقى فيها فايدة كبيرة جدا جدا جدا، بيبقى في علماء، بيبقى في مدربين، بيبقى نقل خبرات غير طبيعية لكل اللي موجود من وإلى، وليس من اتجاه واحد، ده هي في كل اتجاهات، من المدرب المبتدئ إلى المدرب ذو الخبرة، ومن المدرب ذو الخبرة إلى المدرب المبتدئ، ومن الدكتور إلى المدرب، ومن المدرب إلى الدكتور. إذا بيتوفر فيها الكثير والكثير من نقل خبرات تطبيقية للجميع، وبالتالي هو بتبقى تجمع بيجمع نخبة كبيرة من المدربين في مصر والوطن العربي. يمكن احنا هنقيم هذا الملتقى في شهر يناير بإذن الله، وفبراير هنقيم ملتقيين، ملتقى في أطنطا وملتقى في القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن احنا نقيم هذين الملتقيين بوجود علماء أجلاء. معنا أستاذ دكتور خالد صيام من كلية التربية الرياضية بنها، ومعنا الأستاذ دكتور عطية السيد من كلية التربية الرياضية حلوان بالهرم. هنتكلم عن الملتقى التطبيق الرابع لمدربي مصر والوطن العربي. الملتقى ده واحد من أكبر الفعاليات اللي بتجمع نخبة من المدربين في مصر والوطن العربي، وعنوانه استراتيجيات التدريب الذهني. لقينا إن إحنا في مصر إن إحنا بنتكلم كثير عن التدريب الذهني، ولكن ما هي استراتيجياته؟ نقيمها إزاي؟ نأديها إزاي؟ نعملها إزاي؟ إيه تمرينات المتوافقة؟ هل في جديد في التدريب الذهني؟ هل في أساليب جديدة؟ وبالتالي احنا هنشتغل عليها إن شاء الله في الملتقى اللي هيقدم فرصة لأي مدرب إنه يعايش خبراء ويتعلم منهم مباشرة من خلال منضدة العلماء والمنضدة المستديرة وورش العمل الموجودة. وكمان ده كل ورشة عمل تعتبر دورة متخصصة لوحدها، فبالتالي هذا الملتقى بيكون حاجة كبيرة جدا لكل مدرب بيجمعه. كمان ان احنا كمان هنستقطب علماء من خارج مصر ان هم يدونا بعض المحاضرات الاونلاين على الزوم او على اليوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى. التدريب الذهني جزء أساسي من إعداد اللاعب، والملتقى بيقدم ورش عمل فعلية لهذا، بيوضح إزاي ندمج الجانب النفسي مع الجانب البدني في التدريب. نصائح لتحقيق التحسين المستمر. إزاي يبقى أنا أستخدم الكايزن ويبقى عندي تحسين مستمر؟ ابدأ بخطوات صغيرة زي قراءة كتاب جديد، حضور دورة تدريبية، أو تجربة أسلوب جديد في التدريب. حاجات بسيطة تؤدي إلى نتائج كبيرة. استفد من خبرات الآخرين. الملتقيات وورش العمل فرصة ذهبية للتعلم من خلال خبرات العلماء والمدربين. لا تخف من التغيير، أي تحسين وحتى ولو صغير بيقربك من تحقيق أهدافك. قيم نفسك باستمرار. بعد كل تدريب اسأل نفسك إيه اللي كان ناجح وإيه اللي ممكن أغيره أو أطوره. قيم نفسك دايما. التقييم الذاتي للمدرب، وده هنتكلم فيه إن شاء الله من خلال حلقات قادمة بإذن الله في المستقبل. ونختم حديثنا النهاردة إن مفهوم الكايزن بيعلمنا إن النجاح رحلة مستمرة، وكل خطوة صغيرة بندخلها في حياتنا بتقربنا من أهدافنا الكبيرة. ورش العمل والملتقيات زي اللي بنشارك فيها النهاردة هي تطبيق عملي للكايزن، وبتأكد إن كل مدرب عنده فرصة إنه يكون أفضل كل يوم، أفضل من نفسه، إن هو بيشوف نفسه إيه وهيوصل لإيه. إحنا عايزين نوصل إن كل مدرب يبقى بيعمل أفضل نسخة منه، بيقدمها للمجتمع وبيعمل بيها حاجات كتير عشان نطور لاعبين يبقوا نجوم عالميين في المستقبل.
شكرا لكم على متابعتكم، وتابعونا في الحلقات الجاية من استباحة رياضية بمزيد من الأفكار والتجارب اللي تخدم الرياضة في مصر ووطن عربي. وأشوفكم على خير. يا ريت شير للقناة، ويا ريت لايك، ويا ريت انشروا كل الملتقيات بتاعتنا وكل الدورات بتاعتنا عشان نفيد بيها الناس، وإن شاء الله نكون مع بعض في حلقات جاية كتير. شكرا لكم ومع السلامة. أشوفكم على خير.